يلا عشان نصلي. هخش اصلي. يلا قوم. الموضوع مش هياخد منك وقت خالص، هم يا دوب 30 ثانيه. يلا نصلي في السريع. زهق وقرف واحساس بفقدان الكنترول، واحساس انه الواحد محتاج يعمل حاجات كتير قوي، مجهود غير طبيعي علشان يخلي عياله يصلوا. النهارده ابني فكرني بموقف غريب جدا حصل لي قبل كده زمان، وطول حياتي كنت بعاني منه وما كنتش مدركاه. يلا يا حبيبي عشان نصلي. بالعافيه قدر يقوم يصلي، وقال ان هو هيخطف الصلاه بسرعه، وقال في الاول ان هو هيصلي لوحدي. انا قعدت اتحايل واقول انا هاخد ثواب معاك، هصلي يا عم معاك، طب خليني انا اللي عايزه، خش انت صلي وانا هصلي جنبك مش مشكله. لغايه لما في وسط الصلاه، على تقريبا مثلا اخر يعني اول الركعه الثالثه، لقيت فجاه حد بيعمل جريب وقام راقع بايده جامد قوي على رجليه كده، وبعدين شويه الله اكبر، وبدا يحط ودانه ايديه على ودانه ويسدها. اكيد الواد ما اتجننش. فجاه كده استوعبت ان في حاجه حقيقي بتحصل. الولد حصل له ايه اللي بيحصل؟ وفجاه رجعت اكتر من 30 سنه فاتوا، او النعمه 30 سنه فاتوا في محاولات بابايا ان انا ابدا اصلي. وكان اللطيف بقى ان كان بيعمل ايه؟ كان بيعمل نفس اللي انا بالظبط قررت اعمله. ليه؟ لان انا لما عشته زمان انا ما كنتش حباه خالص، بس لما كبرت بدأ يبقى من الاعتقادات اللي بشوفها انها لازم تكون من ضمن الحاجات اللي نازله كده بيلت ان في عقل الاهل. انا بيرنت، انا ام او اب، وبالتالي في عليا ادوار لازم اقدمها لاولادي او لازم العبها مع اولادي. فمن ضمن الادوار دي ان لازم اكون عامله جايدنس، لازم اقول له ان المكان ده هو اللي فيه نور، لازم اقول له ان المكان ده هو الصح. وبما اني انا ام، قررت ان انا اعمل ايه وانا بصلي معاه، وبرغم ان انا محسساه قد ايه ان هو الامام، وان المفروض ان انا صوتي ما يبقاش عالي، ما يبقاش انا سابقه، ما يبقاش كل الكلام ده، لا وعيا لقيت نفسي صوتي عالي وانا بصلي، عالي وانا بدعي، عالي في كل حركه انا بعملها في صلاتي. لغايه لما الولد بدا يحس ان هو مش قادر يستحمل، وما قالش حاجه خالص. كل اللي هو عمله انه زي ما بقول لكم حط ايده على ودانه. رجعني بسنين عمري كلها، بكل مشاعري بتاعت الغضب، كره للي انا بعمله، غيظ من اللي جنبي، مشاعر كلها ممكن تكون سلبيه وغير صحيه. واحنا هنتكلم بعد كده في فيديوهات تانية عن المشاعر، وان في حاجات سلبيه صحيه فتمام وزي الفل ومحتاجين نحس بيها وبالعكس هتفيدني، لكن دي مشاعر كلها غير صحيه، سلبيه غير صحيه. وكنت اصلا مبقاش عارفه اركز في الصلاه بصراحه، يعني بسمع اصوات بقى زي مثلا زي الكلمات كلها اللي طالعه من الشخص الاخر، اللي هي مش نفس التون، مش نفس الريتم بتاعي. يعني انا ممكن اكون اسرع بكتير بقى من طفل او طفله سريعه. دايما بيبقى فيه في الوقت فرق الجنريشنز ده بيفرق جدا في السرعات. يعني دايما لازم، دي حاجه مش هينفع ابدا تختلف. فكان دايما انا ببقى اسرع بكتير قوي من اللي بيعمله بابايا، وببقى حاسه ان انا هتجنن، عايزه اعيد الكلام تاني. وساعات كتير جدا بضطر فعلا اعيد الصوره، الايه اللي انا بقولها او اي حاجه عشان اقدر اجمع نفسي تاني. عشان ما اطولش عليكم، ولادنا محتاجين نسمع لهم، نسمع للبادي لانجوج بتاعهم، نسمع للتون. ولادنا ممكن يكونوا هم اللي بيعلمونا حاجات كتير جدا، بس احنا محتاجين نبقى اساسا عندنا الاستعداد، نبقى عندنا البيليف، نبقى عندنا الاعتقاد انه اصلا ممكن حد تاني يعلمني حاجات. طول ما هو مش انا، طول ما في كائن اخر حواليا، ده ممكن يعلمني حاجه زياده، حتى لو كان سنه مختلف عني، صغير او كبير، بغض النظر، ابني او جدي ايا كان. المهم ان انا في الاخر ابقى مدركه انه ممكن جدا اكون انا بعمل حاجه هي غالبا طالعه من مخي ومن عقلي ومن روحي وكل الهيستوري بتاعي انها تأيد ان هو حاجه صح، وفي الاخر تطلع حاجه غلط تماما. انا بعد ما خلصت وهو مش ما قاليش ان هو كان متضايق، قعدت ركزت ان هو يعني يعبر، وان هو محتاج يقول لي ان هو كان ايه المشكله. وقبل ما اقول له الكلام ده شكرته، لان بصراحه هو نور لي
نور لي عقلي وقلبي ورجعني للبين اللي كان موجود عندي قبل كده، ورجعني بنسميه او داس على الحته اللي عندي انا، اللي هي الانر تشايلد بتاعي، الجزء اللي جوايا المكتوم اللي عمري ما اتكلمت عنه مع اي حد من اهلي، وعمري ما اتكلمت مع اي حد اصلا فيه، لاني ممكن تكون الحاجه دي يا اما هي سخيفه او حد ممكن يروح بالفكره لمكان تاني فيبقى ردوا عليا حاجه تانيه خالص غير اللي بيطبطب على الوجع ده. اطلعت كمان من الموضوع ان انا فعلا مهما كنت هعمل جايدنس لاولادي مش المفروض اقول ان ده الحته الحلوه اللي هناك دي هي دي احلى حاجه في اللقطه، او هي دي اللي في السوق، او انا يعني جايه لك من المستقبل ان شاء الله وعارفه كل اللي فات. هو اصلا بني ادم ليه حياه، ليه طريقه، حقيقي البني ادم ده هيعلمني كتير. ف ساعات كتير الواحد بيبقى مش واخد باله ان هو مش قادر ياخد نفس كده بالراحه ويستحمل اللي بيشوفه من عياله، لانه بيتخيل ان دوره مش ان هو يسمع او يتفرج، دوره انه يكومنت ويجايد. محتاجه ابقى مستوعبه انه دوري مش اني اشاور، دوري اني اتفرج واني استوعب، اريلايز، استوعب، ادرك ان اللي قدامي ده مش زي ما احنا بنقول كده واحد سخيف، غبي، مش عارف حاجه، قليل. الحاجات دي كلها بتخليني انا ابقى محرومه من فرصه للتعلم. احنا طول عمرنا كنا بنتكلم قبل كده في انه في حاجات بتبقى فرص التعلم اللي هو زي الاخطاء. النهارده انا ادركت فعلا ان احنا نفسنا بنفقد كتير قوي فرص للتعلم من ولادنا بسبب اعتقاداتنا، وبسبب ان احنا بنبقى مغمضين. عارفين اسمها الغشاوه دي، اللي هي تبقى نازله على نافوخنا، على عينينا، على ودنا، مش سامعين، مش شايفين. دي اسمها الغشاوه اللي احنا ما اتعلمناش عنها حاجه تقريبا، غير بعض الناس يمكن موجودين على الارض انا ما اعرفهمش.